تستمعون. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة. موضوع حلقة اليوم هو موقف مع الله سبحانه وتعالى. في الفترة هذه صارت أحداث كثير، لكن أبرز حدث صار هو الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وما قاله الرئيس الفرنسي وما تجاوب به العالم، يعني طبعا العالم غير الإسلامي. طبعا ما أدري يعني الواحد إيش يبغى يقول صراحة، يعني كلمات صعب جدا الواحد ينطقها ويتكلم فيها، لكن ما يعني إحنا ما وقفنا مثلا موقف وسألنا نفسنا قلنا إيش اللي خلاهم يسووا زي كذا، مثلا إنهم يبدأوا يسووا رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكمان يحطوها في واجهات المباني الحكومية على عين الناس، ورئيس الدولة يخرج يتكلم ويتبجح وكأنه يعني ما في مشكلة، أساسا حرية تعبير هذه وما في أي مشكلة. والكثير طبعا من الكلام اللي تابع الأحداث هذه والتقارير الإخبارية والكلام الطويل العريض اللي صار ودعوات المقاطعة يقدر يعرف تماما كيف الموضوع ماشي. هل هو هذا الحدث الأول اللي صار في الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ كله؟ لا، قبل كده صار كثير. وعلى فكرة هذا الحدث ليس بجديد، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود هذا الكلام، لكن الآن أصبح بشكل علني وعلى عين الناس وعلى مسمع من الدنيا كلها. وهذه الجراءة التي تجرأها هؤلاء الكفار ولا المنافقون أمثالهم ولا الفاسقون المؤيدون لهم ولا الناس اللي دائما تقول حرية 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 تعبير وما في يعني عادي، وحرية حرية حرية، هم مو فاهمين حتى مننا نحن المسلمين اللي يتكلموا عن موضوع الحرية مو فاهمين أساسا إيش معنى الحرية. مو المسلمين مو فاهمين، حتى الكفار مو فاهمين موضوع الحرية، لأن الحرية اللي هم أرادوها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها وبالا عليهم. فالحرية اللي هم يتحدثوا عنها الكفار هي المساوي تماما لمفهوم الفوضى في العالم، مفهوم الفوضى في الحياة، مفهوم الفوضى في كل جانب من الحياة. ما في شيء اسمه حرية. الحرية التي يدعيها الإنسان ويريدها أن تكون موجودة هي شكل من أشكال العبودية، أن يستعبد الآخرين فقط. طيب، لأن في الإسلام الحرية الحقيقية هي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فقط. إنما نرجع لموضوعنا. ما حدث من الإساءة لصورة النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ليس حدث جديد، إنما كان موجود في التاريخ الإسلامي كله، لكن طبعا ممكن كثير مننا ما يعرف عنه شيء، وكيف الموقف صار وكيف صار وإيش كان ردة فعل المسلمين في ذاك الوقت. فخلونا مع بعض نحكي أو نقص بعضا من المواقف في أول الدعوة، كيف كان إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش سبوه وهجوه وإلى آخره، وأرادوا أن يقتلوه،
فكان أول حادثة من هذه الحوادث هي إيش؟ أو اللي هو نوم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. كان هذا أول موقف من مواقف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتى عمره 9 سنوات يقرر أنه ينام ويعرض حياته للخطر وينام في في مكان الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة له حتى لا تطاله أيدي كفار قريش. فكان هذا أول شكل من أشكال النصرة. طيب، بما يستطيع. تخيلوا يعني فتى عمره 9 سنوات، 9 سنوات الآن مو 9 سنوات، الآن عندنا اللي عمره 90 سنة ما يعرف يسوي الخطوة هذه، والسبب أنه هانت علينا أنفسنا فقط. في غزوة بدر أبو جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله لئن رأيت محمدا لأقتلنه ولا أفعل ولا أفعل، ويشتمهم مواشي. فسمع بهذا السب، سمع به بعض الفتيان، فتيان المدينة. فتيان لما نقول يعني الفتيان الذين هم في عمر اللي نحن نسميه الآن عمر المراهقة، سمعوا أن أبو جهل قاعد يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمين أساساً. فأخذتهم الحمية وكانوا ما يعرفوا شكل أبو جهل إيش هو، فكانوا كل واحد يسأل. فلما صارت معركة بدر خرجوا هم في هذه المعركة وجعلوا يسألوا المسلمين ويقولوا مين فين أبو جهل في هذه المعركة، هم عارفين أنه هو جاي مع المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألوا أين هو أبو جهل، كيف هو شكله، مين هو أبو جهل. فكان كل واحد يسأل المسلمين الموجودين فيه. فواحد منهم سأل عبد الرحمن بن عوف، قال له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال له نعم. قال ما حاجة إليك يا ابن أخي، يعني ليش تبغى فيه؟ قام قال له أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مننا. يعني سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شفته سوف أقاتله حتى إما أن يقتلني أو أقتله، ما في غير كذا. فتعجب منه، يعني فتى صغير عمره 15 سنة يفكر هذا التفكير. فلما بدأت المعركة نظر عبد الرحمن بن عوف فشاف أبو جهل، فقال للفتيان قال لهم هذا هو أبو جهل. فعلى طول هم انباروا إليه يعني وانطلقوا إليه كالسهم فقتلوه. الاثنين ضربوه قتلوه. هذا كان موقف صبيان، يعني فتيان صغار عمرهم 15 سنة غاروا. فشوفوا أنه النصرة بدأت من فين؟ من عمر 9 سنوات في علي بن أبي طالب، والآن في عمر الفتيان اللي هم في عمر 15 أو عمر المراهقة. في غزوة أحد لما دارت الدائرة على المسلمين وأحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في رجل من المسلمين اسمه أبو دجان الأنصاري، لما شاف أنهم يبغوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرحانين أنهم خلاص تمكنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسقط نفسه عليه، فجعل نفسه كالدرع يحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل النبال تبع المشركين اللي كانت موجهة للنبي امتلأت ظهر أبو دجانة بها، فأصبح هو كالدرع. هذا موقف آخر من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند المشركين لما صارت حادثة أنهم مسكوا واحد من المسلمين اسمه زيد بن الدثنة، ففرحانين أنهم مسكوا واحد من المسلمين وجعلوا يخرجوه إلى خارج الحرم حتى يقتلوه. فطبعا هم يعني قاعدين وهم ماشيين معه إلى المكان الذي سوف يقتل فيه يسمعوه الكلام السيء والمؤذي. فالمهم جاء واحد من المشركين قال له أبغى أسألك سؤال قبل ما تموت، أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندك في مكانك وأنك في أهلك؟ يعني نجيب محمد صلى الله عليه وسلم مكانك أنت يعذب ويقتل وأنت جالس في أهلك في وسط أهلك سالما غانما. فإيش رد عليه؟ قال له والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه تصيبه شوكة، ما أحب أن تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. شكل هذا من أشكال نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجل أعمى، وهذا الرجل الأعمى من الصحابة كان عنده زوجة تخدمه ويحبها وعنده منها الأبناء، لكن كان عندها مشكلة واحدة هذه المرأة، أنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وتسيء له، فكان دائما ينصحها ويزجرها وينهاها ويأمرها أنها تبطل وتتوقف عن هذا الشيء، فما كانت تسمع منه أبدا. في يوم من الأيام زادت المسبات والإساءة والقول السيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهاها، فقام انتظرها حتى نامت. بعد ما نامت راح قتلها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جالس بين أصحابه جلس يسأل يقول: في رجل فيكم يعني فعل شيء لي، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق. في رجل يعني سوى شيء كويس لأجلي أنا ولي عليه حق. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا من الوحي. فالرجل كان جالس مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخرج وقال له: أنا يا رسول الله. قال: إيش سويت؟ قال: والله عندي امرأة مزوجها وتخدمني وبارة بي ورفيقة جدا، ورزقني الله منها بولدين كاللؤلؤتين، لكنها كانت يعني تقول عنك كلام سيء وتهجوك وتسبك وإلى آخره، فآذتني وأنا نهيتها وزجرتها فلم تنتهي ولم تتوقف، فانتظرت حتى نامت وقتلتها. يعني نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم قتل زوجته أولاده، ما فكر في شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ألا أشهد أن دمها هدر، يعني ما له دية، هذا الدم مهدور. هذا موقف من مواقف النصرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن بعضنا يجي يقول: والله هذا في زمن الصحابة هذا الكلام وعصر الصحابة، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام عيونهم يقدروا يسووا زي كذا. لا، مو في زمن الصحابة. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما جاءت الدول الإسلامية أو حكم المسلمين، نجد كمان أن المسلمين ظلوا على مبدأ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عبر القرون. ليش؟ لأنه المسألة مش مسألة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما المسألة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله وكتاب الله والمسلمين. يعني موضوع كبير جدا، أكثر من هو شخص قاعد يهان أو يسب. المهم أنه عندنا قصة عن هذا الزمن اللي في الدولة الأيوبية. الحاكم الصليبي كان يترصد للمسلمين أثناء ذهابهم لمكة للحج، فيؤذيهم ويسلبهم مالهم، ومو بس كده، إنما لما يأسرهم يسبهم وينتقص من النبي صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان دائما يستهزئ فيهم ويقول لهم: إيش؟ أين محمدكم؟ دعوه ينصركم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، فين نبيكم هذا اللي جالسين نتكلم عنه؟ خليه يجي ينصركم الآن. مين سمع هذا الكلام؟ سمعه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه، فغضب لذلك أشد الغضب، وحلف بالله ليقتلن هذا الملك أرناؤوط بيده لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما يكون صادق النية مع الله سبحانه وتعالى يهيئ الله له الأسباب، وبالفعل هيئ الله سبحانه وتعالى لصلاح الدين الأيوبي الأسباب للبر بقسمه هذا. فكان هذا الملك المستكبر من ضمن الملوك الذين أسرهم المسلمون في موقعة حطين، في معركة حطين، يمكن الرجوع لها في كتب التاريخ طبعا. فصلاح الدين الأيوبي أمن الموجودين كلهم من الملوك وأطلق سراحهم بعد ما دفعوا الفدية، وأمر بإحضار أرناؤوط هذا أمامه، فقال له بالسيف، يعني دعاه وقال له: هل يعني دعاه للإسلام؟ قال له: والله ما أسلم. هذا الكافر قال: ما أسلم، لا أسلم لكم أبدا. فذكره صلاح الدين الأيوبي أنه كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بجملته التي قالها: أين محمدكم؟ دعوه ينصركم. فقال له إيش؟ قال له: أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقتله. في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان في نصراني وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينال من عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد الناس الانتصار للنبي في هذا الرجل، فأرادوا أن يقتلوه. فقام هذا الرجل النصراني استجار بأحد شيوخ الأعراب، استجار يعني طلب اللجوء، يعني اللجوء السياسي زي ما نقول نحن في الوقت الحالي. فلما طلب أنه يكون في لجوء، طبعا حماه هذا الأعرابي، فذهبوا المسلمين إلى الوالي في ذلك الوقت حتى أنه يقدروا يأخذوا حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبوا. فهذا الأعرابي قام يعني بدل ما يقف موقف مع المسلمين قال لهم: هذا النصراني أحسن منكم. فالناس كلهم طبعا رموهم بالحجارة وهاجموهم.
فإيش سوى النصراني؟ سوى نفسه كأنه مسلم، يعني كأنه ادعى الإسلام، فقال لهم بس إنه هذول المسلمين في بيني وبينهم خصومة عشان كده هم ما يحبوني ما إلى آخره. فادعى أنه الإسلام، فالخليفة في ذاك الوقت أمر بإخلاء سراحه وتركه خلاص وعفى عنه، وحبس المسلمين الثانيين اللي كانوا يريدوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع بالقصة دي كلها؟ ابن أخت هذا النصراني وكان مسلما، فانتظر حتى أن هذا الرجل أو الخال يخرج من هذه القرية حتى يذهب إلى مدينة ثانية من الشام إلى الحجاز. أثناء سفره مسكوا فقتله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بعض القصص اللي احنا حبينا نبدأ فيها في موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون، وأن الإنسان يقدر يبدأ ينصر النبي صلى الله عليه وسلم من وهو عمره صغير إلى ما شاء الله له أن يكون من هذا العمر. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل هذا الموقف المهم جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل في موضوع موقف مع الله. طيب، بعد هذه القصص كلها خلينا نسأل سؤال مهم جدا: ليش الكفار تطاولوا علينا نحن الآن؟ ليش هذا الحدث ليس الحدث الأول؟ كان قبل كده كان في اللي هو الصحف الدنماركية، وقبله كان في أشياء كثيرة جدا يعني مما لا يسعنا أن نحن نذكرها. ليش طب هذا الشيء صار؟ هل بالفعل أنه الموضوع هو عبثي أو عشوائي، أو أنه في تشويه لصورة الإسلام، يعني نقلها المسلمون أو نقل المسلمون الإسلام وشوهوا صورته لدرجة أن الغرب يعني تهاون بالمسلمين وبالأمة الإسلامية العظيمة جدا وقاموا بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش لازم يكون السب طبعا باللسان، إنما هذه الصور أساسا فيها يعني حرب ضد الإسلام والمسلمين. هذا التطاول مين سببه في رأيكم؟ هذا التطاول مع الأسف الشديد هو سببه نحن مع الأسف الشديد، يعني نحن اللي جرأناهم علينا. ليش؟ لأنه من أول الأمر أن يعني في زي ما ذكرنا احنا في القصص، من أول ما اتخذ موقف في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المسلمين، من أول لما أبو جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام هؤلاء الفتية الصغار بقتله، اتخذوا موقف. ولما هذا الرجل الأعمى زوجته كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدح فيه، قام الرجل قتلها. وهذا النصراني الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بعدين سوى نفسه أنه مسلم وتم قتله. وهذا الحاكم الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب الصليبية في معركة حطين، فأمسكه صلاح الدين الأيوبي ثم قتله.
ليش هذا الموقف لم يتم اتخاذه؟ لأن المسلمين أساسا ما اتخذوا أي موقف. وإحنا لما نقول موقف ما راح نقول لا يعني موقف مثلا القتل ولا غير القتل، إنما لم يتم اتخاذ موقف جدي من قبل المسلمين من أول لم صارت هذه الحوادث. من أول ما بدأ الكفار وتجرؤوا أنهم يسووا رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبجحوا بها تحت عبارة الحرية ويبدأوا ينشروها، المسلمين ما اتخذوا موقف حقيقي، إنما اتخذوا موقف قائم على المشاعر فقط. ما فهموا المغزى الحقيقي من الرسالة. مع الأسف الشديد يعني أصبحوا ضعفاء وأذلاء. لذلك أقصى ما وصلوا له إيش هو كان؟ مظاهرة منددة، مقاطعة مثلا للمنتجات الهولندية في فترة من الفترات، ثم بعد ذلك عادوا إلى استخدام كل شيء عادي، الأمور تمام يعني. فإحنا ما أخذنا موقف مع أي شيء، مع أي حدث يمس ديننا اللي هو متمثل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن مو احنا جاهلين بمنزلة النبي، ولا احنا جاهلين بمكانته، ولا نحن نقول نحن ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احنا ما نبغى، لكن نحن عندنا جهل لكيفية النصرة الحقيقية، عندنا ضعف وتهاون شديد جدا يعني. وموقفنا دائما هو موقف سلبي، ما هو موقف مثلا قوي جدا ومؤثر. يعني موقفنا قائم على ايش؟ الهوان فقط يعني، والكلام والمشاعر والخطب والأناشيد وإلى آخره، يعني زي ما يقولوا إيش الفورة فقط يعني في الأشياء. طب إيش ممكن نسوي؟ ممكن يجي أحد يقول طب إيش أسوي؟ اللي إحنا نقدر نسويه هو موقف مع الله سبحانه وتعالى. ممكن أي واحد يقول أنا إيش أقدر، أنا إيش أغير موقفي في موضوع النصرة، يعني لو قاطعت ولا ما قاطعت، ولا سويت ولا ما سويت، إيش يفرق؟ ما راح يفرق شيء على الإطلاق. ليش ما راح يفرق؟ لأنه إحنا أي شخص يقول هذه الجملة وجوده وعدمه واحد معناها. والسبب أنه يفرق مع الله سبحانه وتعالى. لما نحن نكون نتعامل أساسا في هذا الموقف، في موقف النصرة، أن احنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ونقف أمام الله وإحنا نبرئ نفسنا مما حدث، ونتخذ الموقف اللي احنا نقدر عليه لكن بالصدق. لما نقول نتخذ موقف احنا نقدر عليه واحنا بالصدق، معناها ان احنا لازم ناخذ خطوة في هذا الاتجاه. ما ننتظر والله العالم كله يتحرك عشان اتحرك معه. طب العالم ما تحرك انا؟ هل معناها كده؟ لا. اذا انا حقيقي شخص مسلم، انسان مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، وعندي غيرة على ديني وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة العظيمة وما يحدث فيها وما تعيشه هذه الأيام، بالذات في هذه المرحلة من الضعف الذي نرجو أن يكون هو بداية التمكين لها، معناها أنا لازم أتخذ خطوة. وخطوتي هذه إيش هي؟ مثلا بشكل بسيط، بعض الأحيان نحن ممكن مو بعض الأحيان، دائما المقاطعة تفيد. المقاطعة ليش تفيد؟ لأنه هو موقف أنا أرفض فيه. خلي الناس تقاطع ولا ما تقاطع ما يهمني، ولما تقاطع أنت يعني أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة لازم تكون المقاطعة أبدية، لأنه هو موقف مع الله سبحانه وتعالى. الآن لما نيجي نقول بعض الناس طبعا ماشي مع موضوع المقاطعة بقوة، لكن طيب هذا تم الاعتذار علنيا وتم رد اعتبار المسلمين وتم إيش حيصير؟ حنرجع نستخدم كل المنتجات التي قاطعناها والأمور طيبة، ونبدأ نحن ندافع عن ديننا، يعني ندخل في حالة دفاع عن ديننا. ليش ندخل في حالة دفاع عن ديننا إذا كنا نحن مؤمنين تماما أن ديننا دين قوي جدا ودين صالح لكل زمان ومكان، وهو دين من رب العالمين؟ الدفاع دائما يكون عن شيء ضعيف أو شيء هش أو أي شيء. إنما لما أكون أنا مؤمنة أساساً أنه ديني قوي وديني صحيح وديني هو دين الله سبحانه وتعالى الذي يرتضيه لعباده المؤمنين ولكل الناس في هذه الأرض، معناها أنا ما أجلس في حالة الدفاع عن هذا الدين، إنما في حالة إبراز لوجوده من خلال موقف اتخذه. طيب، فإذا نرجع نقول موضوع المقاطعة موضوع مهم جدا، لكن هو الكلام هل نحن سوف نتوقف بعد ما الأمور تعتدل مثلا؟ لا طبعا، لأنه طالما هو موقف مع الله سبحانه وتعالى معناها أنه أنا أقاطع الآن إلى أبد الآبدين. هذا موقف أنا أتخذه مع الله سبحانه وتعالى. بكرة لما نحشر ونسأل، كل واحد راح يموت لحاله ويحشر مع الناس، لكنه راح يسأل لوحده ويحاسب لوحده. لما الله يسألنا يقول لنا لما صار هذا الحدث إيش سويته؟ والله قاطعنا. طيب وبعدين؟ والله بعدين رجعنا عادي. يعني بهذا الشكل راح نرد على رب العالمين، ولا لازم يكون أقاطع أنا؟
ولما أقاطع أنا كأم ولا كأب لازم أعلم أولادي ليش أنا قاعدة أسوي زي كده، وأنه هذا موقف أتخذه مع الله سبحانه وتعالى في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان بين ظهرانينا الآن وهو حي يرزق، إيش كان راح نسوي؟ أو إيش راح يكون موقفنا نحن؟ هل حيكون بس كلام ومقاطعات، ولا كنا راح نفدي بأموالنا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا؟ فخلينا نتخيل أيضا أنه هو موجود. طيب، فأنا أعلم نفسي أنه أنا راح أقاطع لله سبحانه وتعالى إلى آخر العمر، ما عاد أتعامل مع هذه الأشياء حقت الكفار أساسا. ليش؟ لأنه ما في داعي منها. ولما أجي أعلم أولادي أنهم يحبوا الله ويحبوا الرسول ويدافع عنه بهم خلال هذا الموقف، أتخذ موقف أعلم فيه أهل بيتي وكل من حولي هذا الموقف وأتخذ وأتبنى، هذا اللي يصنع فرق. ليش؟ لأن الموقف هو مع الله. نحن ذرات ما راح نغير شيء، لكن تخيلوا أنا أسوي زي كذا، فلان يسوي زي كذا، علان يسوي زي كذا، جارتي تسوي زي كذا، أختي، أخويا، صاحبتي، صديقي، مش عارف إيش، كلنا لما نسوي زي كذا نحدث فرق في العالم، نحدث فرق في ديننا، نحدث فرق عند المسلمين أنهم ينتبهوا ويتيقظوا ويغضبوا لله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عننا احنا في المقاطعات هذه كلها، نحن اللي محتاجين نحن نسوي مقاطعة حتى نعيد النظر إلى ديننا، لأن الله سبحانه وتعالى تولى أساسا الدفاع عنه وحمايته. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني هو مستغني. لكن هذه المقاطعات وهذه الغضب لله وللرسول فيما يحدث الآن هو غضب من أجل أنفسنا نحن، من أن نستعيد نحن كرامتنا في وسط هؤلاء الذين أهانونا، هؤلاء الكفار الذين أهانونا ويريدون إهانتنا. الجراءة هذه فيما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي فقط حتى يشوفوا إلى أي مدى نحن أمة ميتة أو قضوا علينا تماما. فحتى المقاطعات هي أثرت عليهم اقتصاديا، لكن ما زلنا كمان مع وجود المقاطعة في مننا المرجفون في الأرض. يعني مع الأسف الشديد من المسلمين اللي يقول لك يعني إيش فائدة المقاطعة هذه، ما أنتم بعد كده حترجعوا تستخدموه، وإذا كنتوا تبغوا تقاطعوا طيب كل الأشياء اللي اشتريتوها قبل كده من فرنسيين مثلا احرقوها وأتلفوها. يعني طريقة فهم موضوع المقاطعة وهز هذا الموقف في نفوس المسلمين يسير فيه بعض المسلمين بقوة، يعني ما عندهم أي إحساس بغيرة. ليش؟ لأنه عندهم هزيمة نفسية. يعني إيش الفرق؟ كأنهم يقولوا إيش الداعي أنكم تسووا زي كذا؟ يعني فحقيقة هو إيش الداعي؟ نحن لازم نفكر دائما لما نبغى نتخذ موقف، هو الموقف مع الله، مش موقف مع الناس ولا موقف مع أي أحد، إنما موقف أنا أتبرأ به أمام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من رأى منكم منكرا قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في المنكر، فما بالنا نحن في موضوع يخصنا ويخص ديننا في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم برسوم مسيئة له. طبعا يعني لما نيجي نقول بهذه الطريقة ما نقول فقط للفرنسيين، إنما مع كل منتج أو مع كل شيء يخص هؤلاء الكفار. إذا احنا بالفعل عندنا غيرة على ديننا وغيرة علينا نحن كمسلمين، على أنفسنا كمسلمين، وغيرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المفروض أن احنا ناخذ هذه الحدث أو الحدث هذا نستغله في إعادة فهمنا لهذا الدين العظيم وما ينبغي أن نكون عليه وموقفنا مع هذا الأمر الذي صار. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول كده. نحن نقدر ننطلق الآن من هذا الحدث في إعادة فهم نفسنا كأشخاص مسلمين أو كأمة مسلمة، وإعادة فهم ديننا، وإعادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دعوته التي جاء بها وأفنى عمره كله في تبليغها للناس. طبعا نحن لما نقول هذا الكلام كمان راح نقول مع يعني ضد الأشياء اللي مثلا تنتشر الآن في مسائل السوشيال ميديا، كيف يكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتبع سنته. ولما نقول نتبع سنته، مع الأسف الشديد الذي قاعد يروج هو اتباع السنن اللي هي صلاة الضحى، صيام اثنين وخميس، صيام اثنين، هذه الأشياء فقط الشعائر التعبدية، كأنه ما في ديننا إلا الشعائر التعبدية، كأنه احنا ما قاعدين ننظر لنفسنا الآن نحن في منزلة الهوان. هذا اللي صار هو صراحة يعني إهانة متكررة، وما حدث إلا لأن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن احنا نستيقظ وننتبه لما يحدث حولنا.
وننتبه الآن بهذا الشكل، ما وصلوا بهذا الشكل العلني اللي تتناقله الآن وسائل الإعلام، ولا حتى رئيس الدولة يخرج يتكلم يقول ما في أي مشكلة عادي جدا، إلا حتى يروا فقط ما الذي سوف نفعله. وحقيقة ما راح نقلل من حجم المقاطعة الآن أو تأثير المقاطعة بما حدث الآن في هذا الواقع، إنما بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، لكن الخوف هو أنه هذه المقاطعة الآن تبرد أو تهدأ لما يصير في كلام وتراجع عما حدث واعتذار علني للمسلمين. فإحنا نبغى ناخذ هذه المبادرة الآن من هذه الأحداث اللي صارت في الأخير، إن إحنا نرجع ونتمسك بموقفنا ضد الكفار أو في حرب الكفار، لأنهم تجاوزوا كل الحدود وكل الخطوط التي تمس المسلمين. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل هذا الموضوع المهم جدا اللي هو الموقف مع الله سبحانه وتعالى من خلال نصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حلقة اليوم، موقف مع الله سبحانه وتعالى في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ذكرنا انه الخوف مش من المقاطعة، انما بالعكس المقاطعة هذا شيء جيد، وكمان انا لسه اقول ليس مقاطعة المنتجات الفرنسية فقط، إنما مقاطعة المنتجات الفرنسية والأمريكية وكل ما ينتجه الكفار، والبحث عن البدائل المناسبة من المسلمين أنفسهم. طبعا بغض النظر عن ندخل تفصيلات أنه جودة الأشياء وإلى آخره، لكن لازم نعرف نحن من خلال نحن أساسا شراء منتجاتهم نحن نقوي اقتصادهم، ومعنى نقوي اقتصادهم معناها نحن نقويهم أساسا في أنهم يظلوا ظالمين ومستعمرين ومتمكنين من هذه الأرض ومن إذلال الناس. فهنا لا أحد يقول مثلا أنه إيش راح يسوي أو موقفي أنا إيش راح يأثر لما أنا ما أعطي فلوسي لهذا المنتج ولهذه الشركة ولهذا وهذا وهذا، سواء كان فرنسي سواء كان هولندي سواء كان أمريكي، بغض النظر وبدون التقليل من المنتجات الأخرى، هو موقف مع الله سبحانه وتعالى وليس موقف مع أحد. ما في داعي نتكلم عن موضوع الجودة المنتج وما جودة المنتج في أثناء المقاطعة، ما في جودة حقيقية في النهاية. يعني إيش الثقة والأمان هذا للمنتجات التي يعني يقوم بها الكفار لنا إحنا.
طبعا لازم أذكركم نحن في الواقع الحالي مع الأسف الشديد نحن عايشين فيه، نحن المسلمين نحن عايشين تقريبا زي الواقع العهد المكي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس مع فارق أنه عددنا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إيش يعني في حديث أخشى سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، فقالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير يومئذ لكنكم غثاء كغثاء السيل. فهنا الخوف العظيم نحن نكون جزء من هذا الغثاء لما نحن ما عندنا أساسا أي موقف مع الله سبحانه وتعالى تجاه ديننا، ما عندنا أي موقف نقفه حقيقي في موضوع النصرة، في موضوع فهم ديننا، في موضوع نشر ديننا بطريقة صحيحة. ممكن بعضكم يجي يقول لي طيب، أو بلاش يقول لي، إنما في بعضنا مثلا يردد عبارة عن ديننا دين التسامح ومو كلهم هم اللي سووا زي كده وهذا رئيس الدولة بس اللي سوى. أنا ما يهمني مين اللي سوى ولا مين ما سوى، ما في داعي نحن نردد إن إحنا ديننا دين تسامح. ديننا دين تسامح صحيح، لكن ديننا دين قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أول شيء ديننا دين قوة. لما الإنسان يكون قوي يقدر يسامح، لكن أنت ضعيف ومهزوم وإلى آخره، لما تيجي تمارس المسامحة القوي الذي أمامك، الكافر القوي الذي أمامك لا يفهم مسامحتك من خلال دينك، إنما يفهم إنه هو أنت أساسا ذليل، فهذا ذل فوق ذل. فهنا يبغى نحن ننتبه للموضوع هذا بقوة. يعني في أشياء كثيرة قاعد تدور حولنا من ما يحدث الآن، مع الأسف الشديد متولينها بعض المسلمين في شرح الأمور وفهمها أو تضليل الناس من خلالها، في إظهار دائما الجانب الناعم أو الجانب اللطيف في الإسلام واستخدامه مع الكفار. في حين لما نيجي نقول لهم طيب طبقوا هذه الأفكار اللي هي حق التسامح مع المسلمين نفسهم أنفسهم، يرفضوا هذا الكلام، لكن بحجة إيش؟ نحن نبغى الكفار يدخلوا في ديننا فإحنا نقدم لهم ديننا بشكل أفضل. ليش لازم نكون نحن حريصين نحن ندخل الكفار في ديننا إذا كانوا هم حريصين أساسا لمحاربة ديننا؟ المفروض نحن نكون أول شيء عندنا حرص على نحن نتمسك بديننا وما نندمج وننغمس في الحياة الغربية هذه، بالذات الناس اللي عايشين في الخارج ويهون عليهم دينهم وما يشعروا، يموت عندهم الغيرة تجاه دينهم وتجاه الغضب لله ولرسوله ولهذه الأمة العظيمة. المفروض أنه معاشرة الكفار ما تجعل في الموضوع في ألفة، لدرجة أنه بعد فترة مثلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يحدث، أنه تتوقف هذه المقاطعات وتبرد هذه النار ويصير في الأمور عادية جدا يعني، ونرجع مسلسل الإهانات من جديد بعد فترة من الزمن. دائما لازم نتذكر أنه ما تجرأوا الكفار علينا بهذا الشكل إلا لأننا هن على أنفسنا. أول شيء نحن مشعرنا نحن ذليلين ومهانين، لذلك هم يجربوا كمان يهينونا من أول مرة. وعلى فكرة كمان أنه هذا الشيء ليس شيء جديد، لو كان شيء جديد كان حسب حساب 100 شيء، لكن قبل ذلك قبل كم عدة سنوات سابقة أول ما بدأت مسألة الرسوم المسيئة حتى من قام بهذا الأمر اختفى تماما، يعني لأنه خايف من ردة فعل المسلمين. فلما شاف ردة فعلهم باردة تماما، كل شجب واستنكار وإلى آخره، ما حدث ولا شيء، إنما تمادوا بعدها بفترة كمان طلعت لنا الأشياء. تقدروا ترجعوا للأخبار، تقدروا ترجعوا للسوشيال ميديا، تقدروا ترجعوا للبحث مثلا في جوجل لمعرفة المراحل هذه اللي مرت وكيف وصلنا لهذه الخطوة المهينة التي نحن فيها. لكن نرجع نقول نحن بنفسية المتفائل، بنفسية المؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكيد الذي أرادوه بالمسلمين في هذا الأمر هو الشرارة التي تنطلق في قلب كل مسلم وكل مؤمن حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويبدأ يصير عنده غيرة على دين الله وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون كما قال الله سبحانه وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم المكيدين. يعني أرادوا أنهم يهينوا المسلمين، إنما كانت هي الشرارة التي أوقظت هؤلاء المسلمين حتى يعودوا إلى الله ويعودوا إلى عز دينهم والتمكين الذي أراده لهم هذا الدين العظيم. لذلك ممكن نرجع نقول من جديد، لا حد يستصغر ويستسخف ما يقوم به صغيرا كان أو كبيرا، ولازم نرجع الآن نعلم أبنائنا من خلال هذا الحدث كيف يعني ينصر الله وينصر رسوله بالموقف الذي يحدثوه، وما نقلل من شأن ما نقوم فيه، لأنه اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا كان شق التمرة
ممكن يمنع الإنسان من دخول النار، فهو موقف الإنسان يتخذه مع رب العالمين وليس مع الناس. والله الناس كلها بطلت الآن المقاطعة، إذا أنا استمريت للمقاطعة لآخر العمر هذا موقف يسجل لي أمام الله سبحانه وتعالى. ربما تكون هذه المقاطعة أو هذا الموقف تجاه الكفار اللي أتخذه بصدق مع رب العالمين هو الذي يدخلني الجنة، ولا يدخلني أي عمل عملته طول الأيام أو طول حياتي. هذا هو لازم نحن نفكر فيه. احنا ما نعرف أي عمل يدخلنا إلى الله، ولا نعرف أي عمل يتقبله الله سبحانه وتعالى مننا، ولا نعرف أساسا أي شيء هو مبارك أو يبارك لنا به في أنفسنا وفي ذرياتنا. لذلك لازم يكون عندنا شوية إحساس عميق جدا بما نقدمه لله، وأن ما نقدمه لله هو فقط موقف أنا أمام رب العالمين لما يسألني. فإحنا عندنا الآن أعظم فرصة وأعظم شيء حدث اللي هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما يستطيعه المسلمين الآن. والحمد لله رب العالمين أنهم لم يعتمدوا في هذا الأمر على أي تحرك دولي مثلا، أنهم المسلمين لحالهم قاموا بالمقاطعة ودعوا لها. ونتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تستمر المقاطعة هذه إلى أن يعلي الله راية المسلمين على هذه الأرض، وأن يستمر موضوع المقاطعة هذا إلى أبد الآبدين، لأنه هذا هو السبيل الوحيد الآن أو الممكن نحن نقوم به للرد على هؤلاء الكفار وللرد على كل من ينتقص من هذا الدين متمثلا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تستصغروا ما تقومون به، ولا تستقلوا أي خطوة تسيروا بها نصرة لله ولرسوله. قال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا هذا العمل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل ما نستطيع من قول أو فعل أو موقف أو شجب أو استنكار أو غضب أو حزن لما يحدث الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أرجع عمل لنا عنده في هذا الأمر في هذه الأيام المباركة. فنرجع نقول موقف مع الله سبحانه وتعالى، الموقف هو موقف مع الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصنع الفرق فقط، وليس الموقف مع الناس ومع هذه الأمة الكبيرة جدا متناهية الأطراف التي لا تحدث أي فرق في الوقت الحالي. كنت أنا معكم خديجة برهان في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج خطوة. يتجدد اللقاء إن شاء الله بكم الأسبوع القادم في موضوع جديد ويعني نقاش مفيد وممتع. أترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.